لك إن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. أبشر، والله لو كانت من وراء جدار بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز وذل دليل حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ، والله هو المبلغ عن أهل السنة. قناة منهاج النبوة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، قناة تضعك على الطريق. للتواصل مع قناة منهاج النبوة ولو أن رجلا عاقلا آتاه الله رب العالمين ذرة من عقل يعلم ما يخرج من رأسه ويدري عواقب كلامه ويعلم أن هنالك رجالا يذودون عن الحمى ويدافعون عن الحياض ويركبون أسوار الحصون لكي يدافعوا عن الدر المكنون. لو كان رجل عنده ذرة من عقل يدري ويعلم ما يخرج من رأسه وهو يعلم هذه الحقيقة ما جرؤ على أن يأتي ببنت شفة ولا أن يتنفس بنفس هو يعلم أنه يقع موقعا لا يرضي الرجال، ولكن أشباه رجال ولا رجال. عودة إلى كتاب الله وسنة نبيه ودعوكم من التشرذم، فهو الذي رفع السماء بلا عمد لن يزيدكم إلا ذلة ولن يزيدكم إلا حطة ولن يزيدكم إلا مذلة. عودوا إلى الله. إذن معركتنا الأساسية هذه أقولها حتى لا ننصرف إلى مجرد معركة جزئية، لابد إحنا نفهم معركتنا الأساسية ما هي. داعش وأمثال داعش من العصابات الإجرامية هي عبارة عن آثار قذرة لما صنعه أولئك الظلمة الكبار. إحنا إذا نريد نقضي على داعش إلى الأبد لابد نقضي أولا على أبي بكر وعمر وعائشة، على الجذور، لأنه إن لم يقضي المسلمون على أبي بكر وعمر وعائشة فحتى إن قضوا على هذه الجماعة الإرهابية في هذا الزمن ستولد من جديد في زمن آخر. ما دامت تتبع أولئك، ما دام هنالك طائفة من المسلمين مخدوعين ويتبعون هؤلاء الأئمة القادة إلى النار سيتأثرون بمنهجهم ويبدأون طريق الإجرام من جديد. في كل زمن ستولد داعش إذا ما قضينا على أبي بكر وعمر. بصراحة أنت لازم تروح إلى المنابع الفكرية للإرهاب تقضي عليها. لهذا الجهد يجب أن ينصب في المقام الأول على توعية المسلمين بإجرام هؤلاء ودعوتهم إلى البراءة منهم. جهد التشييع، تشييع الناس، تحويلهم إلى رافضة أبرار، هذا الذي سيقضي على الإرهاب نهائيا. لو تحولت الشيشان مثلا كلها إلى بلد رافضي كما تحولت إيران إلى بلد رافضي فيما قبل، سيخرج منها واحد إرهابي في المستقبل يفجر بالناس ويقتل بالناس؟ لا، يعني بيئة الإرهاب أنت دمرتها، البيئة الفكرية العقدية دمرتها. إذن ينبغي أن لا نتناسى دورنا الأول. أنا مطمئن وواثق أننا في هذه الأيام
إن شاء الله تعالى سنعيش أيام الانتصارات. أنا واثق مطمئن ما يكتب الله عز وجل لهؤلاء الإرهابيين الأوغاد نصرا علينا، إحنا ننتصر عليهم إن شاء الله تعالى، ولكن بشرط أن لا نفرط بمهمتنا الأولى. إذا ترى فكرنا أنه إحنا دا ننتصر لذواتنا لا للأئمة الأطهار عليهم السلام، دا ننتصر لأجل الحفاظ على الوضع القائم في العراق الآن فقط كما هو مثلا، لا لأجل إكمال الطريق لإرضاء الزهراء وتمهيد ظهور إمامنا المهدي عليه السلام، فأخشى أن تسلب البركة من جهادنا هذا ولا نحقق الانتصارات والعياذ بالله. خلي الواحد منا هذا الذي يجاهد هؤلاء الإرهابيين القتلة يجعل نيته خالصة لله، يقول إنما أطلب الله والدار الآخرة، أريد أن أرضي عني إمام زماني عليه السلام، أقاتل هؤلاء لا بنية دفعهم فقط عن أرضنا ومقدساتنا، وإنما أقاتلهم وأنا أستشعر أني أقاتل أذيال كبار الظلمة الذين ظلموا أهل بيت النبوة عليهم السلام، وأنني سأكمل الطريق. ليست حربا عسكرية فقط، ليست حربا سياسية فقط، لسنا نتصارع على مجرد أراضي، هذه حرب إيمانية عقائدية أخلاقية بالأساس. دعونا نمتلك هذه الإرادة، هذا الشعور، حين يرى الله عز وجل منا هذا الإخلاص ينزل علينا النصر إن شاء الله تعالى. ما ثار أحد لدم الحسين ولدم الزهراء ولرسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام وخذل، ينتصر بالنتيجة إذا كانت هذه نيته. متى أئمتنا احترموا عمر أو احترموا عائشة؟ إذن ماذا نفعل مع الروايات حتى التي في وجوه المخالفين، يعني حتى في غير مقام التقية، عفوا في مورد التقية أحيانا أئمتنا عليهم السلام ما كانوا يتقون، كما يقوله الحر العاملي، بل يقول كثيرا ما كانوا يتقون في لعن أئمة الضلال وأئمة الجور ينالون منهم. أئمتنا ما احترموا هؤلاء. عجيب والله. سئل الإمام الباقر عليه السلام، رواية معتبرة عندنا، سئل عن أبي بكر وعمر قال أدركت أهل بيتي وهم يصيبونهما، يعني أنا نشأت في بيت ربنا على سب أبي بكر وعمر، إصابتهما، يصيبونهما هكذا بالسباب بالشتائم بالقدح. عجيب. هؤلاء أئمتنا هكذا كانوا، هؤلاء أهل البيت عليهم السلام، ولا مرة احترموا أبا بكر وعمر. جاي لي أنت تتكلم الآن تقول لي علينا نحترم أبو بكر وعمر؟ ما تستحي على وجهك؟ ما تستحي على دينك؟ هذه مو خيانة الأئمة الأطهار عليهم السلام؟ ولا تدخل لي تقية في الموضوع. تقية في مواردها نقبل، كلامنا في غير مورد التقية، في غير مورد التقية الواجبة أيضا، لأنه مو كل تقية واجبة، أكو تقية مستحبة، تقية مباحة، تقية مكروهة، تقية حرام أيضا. ولا تدخل لي باب الأخلاق والآداب، حضرتك تتفلسف لي، تصير لي ما أدري مؤدب، كأنك أكثر أدبا من الأئمة الأطهار. يعني الأئمة الأطهار يقول نحن نصيب أبا بكر وعمر، نتربى على هذا. الإمام الصادق عليه السلام يقول إنا معاشر بني هاشم نأمر كبارنا وصغارنا بسب أبي بكر وعمر. أنت يعني تريد تصور نفسك مثالي وخلوق أكثر من الإمام الصادق عليه السلام؟ وين رايح؟ أئمتنا سادة الأخلاق. لكن منو قال لك لما واحد يسب رمز إرهابي دموي مثل هؤلاء الذين دمروا الإسلام، دمروا البشرية، منو قال لك هذا شيء ينافي الأخلاق؟ هذا عين الأخلاق.
فعلى المسلم السني المحب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. على الإنسان أن يعرف عقائد المخالفين إجمالا، وأدلك على ما هو أيسر. بارك الله فيك. إذا عرفت عقيدة أهل السنة معرفة صحيحة وتحققت بها تحققا سليما لا يضرك. إذا عرفت عقيدة أهل السنة معرفة صحيحة وتحققت بها تحققا سليما لا يمكن أن تكون شيعية، لا يمكن أن تكون رافضية. كيف تكون سنية متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تبغض الأصحاب وتكفرهم وتلعنهم وتخص الشيخين، تخص وزيري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تخص صهرين بالشتم واللعن والسباب؟ كيف يمكن أن تكون سنيا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تلغ صباح مساء تتقرب إلى الله بزعمك بالولوغ في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالطعن في أمهات المؤمنين، بالطعن في أعراضهن طعنا قبيحا يتنزه عن ذكره الرجل الشريف. فكيف بالمسلمين؟ ماذا تنتظرون يا أهل السنة؟ تنتظرون الذبح. إن الشياة تفزع، ما بالكم؟ ويحكم، أماتت قلوبكم، لم لا تنتبهون والخطر تحت أقدامكم؟ لم لا تحذرون ولم لا تنفرون؟ بل لم لا تسكتون عمن يحذر؟ لم لا تصمتون عمن ينفر؟ إلى الله المشتكى.